ورا راسك يا برنس. علي عبد الله اسماعيل. كريم رضا محمد. ايوه يا باشا. حكم في الطبع الثاني مع قناه كل يوم علي عبد الله اسماعيل. كريم رضا محمد. سجن مشاكل مدة 5 سنوات وانصمات المصرية الجنائية ومصادرة السلاح الموجود. ابراهيم محمود، احمد محمود، سالم محمود. حكمت محكمة حضورية من الأول لبلدية من الثاني والثالث بمعترض كل منهم ابراهيم محمود عبد الفتاح، أحمد محمود عبد الفتاح، سالم محمود عبد الفتاح. السجن المشاركة مدة 5 سنوات وانضمام المصاريف الجنائية عن التهمة الأولى وبراءة كل منهم عن التهمة الثانية. أكرم ماهر محمد. حكم محكمة حضوريا ببراءة أكرم ماهر محمد مما نسب إليه ومصادرة المخطط المطلوب. السيد صلاح السيد. حكمت المحكمة حضوريا ببراءة السيد صلاح السيد محمد مما نسب إليه ومصادرة المخطط المطلوب. محمد الزبدي البدير. حكمت المحكمة حضوريا بانقضاء الدعوة الجنائية للمتهم محمد الزبدي البدير بالتصالح. أكرم ماهر إبراهيم. حكمت المحكمة حضوريا ببراءة أكرم ماهر إبراهيم مما نسب إليه ومصادرة المخطط المطلوب. باسم محمد سيد. حكمت المحكمة حضوريا ببراءة باسم محمد السيد أحمد مما نسب إليه ومصادرة المخطط المطلوب. طارق أحمد محمد إبراهيم أحمد عن القضية رقم 1877. حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة كل من طارق أحمد محمد عبد الكريم محمد إبراهيم أحمد عبد المنعم حبس مع الشغل لمدة سنة واحدة مع الشغل. حبس لمدة سنة واحدة مع الشغل وتغريم 10,000 جنيه وثلاث المصاريف الجنائية. قرار في القضية رقم صوت في القفص، صوت في القفص. 383 بعد مطالعة المادة 81 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية. قررت المحكمة إرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما نسب إلى المتهمين طارق أحمد محمد عبد الكريم محمد إبراهيم أحمد عبد المنعم المحرمي محددة بجلسة 15/7 سنة 2023 للنطق بالحكم. رفعت الجلسة. رفعت الجلسة. أسدلت المحكمة الستار على القضية والتي قتل فيها جارهم المسن 65 عام لاستيلائهم على مبلغ وقدره كان 80,000 جنيه. حكمت المحكمة حضوريا على المتهمين بإحالة أوراقهما إلى فضيلة المفتي. كان معكم من محكمة جنايات المحلة الكبرى بمحافظة الغربية تامر البقلي. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.